السلام عليكم. قصة اليوم ماشي قصة عادية. هذه حكاية ديال الفقر اللي كيولد الطمع بالكنز اللي حول حياة جوج صحاب لخراب ولعنة. قبل ما نبداو ما تنساونيش من لايك واشتراك، وعلى بركة الله. سميتي حميد، عشت وكبرت في الدوار فين كانت الحياة قاسية بزاف، لا حنين ولا رحيم. من صغري كنضرب تمارة، الوالد ديالي مات وبقيت عايش غير انا والوالدة اللي حتى هي ماتت. ما بقى لي حتى واحد في هاد الدنيا من غير واحد صاحبي عمر اللي كان مرة كيعطف عليا بشي بركة قليلة. حتى هو ما كانش في حاله، كان غير فقيه صغير في الدوار وكيعطيني من داكشي اللي كيعطيوه الناس. الفقر خلى العزيمة ديالي تحيا في واحد الطريق اللي ما كنتش كنحلم بيها. عمر كان ديما كيقول لي بلي انا زهري وطريق الفلوس عندي سهلة، خاصني غير نبغي وندير يدي في يديه بحكم المعرفة ديالو في الكتابات القديمة والمسائل ديال الكنوز. صراحة انا كنت كنخاف من هادشي وما كنتش معمر به راسي، حتى لواحد الليلة فين حلمت واحد الحلم غريب. شفت واحد الحجرة كبيرة في الواد وتحتها كاين صندوق ديال النحاس كيشعل بالضو. فقت مخلوع وفرحان في نفس الوقت. مشيت عند عمر كنجري وعاودت ليه الحلم. عينيه بداو كيلمعوا بقوة الفرحة. قال لي يمكن هذا راه ماشي حلم حميد، تقدر تكون إشارة ربانية. وصف لي البلاصة بالتدقيق. منين وصفت لي الحجرة اللي في الواد وجهه تبدل وقال لي هذه هي الحجرة المعروفة اللي كيقولوا عليها حجرة السلطان، وعمر شي ساحر قدر يقرب ليها. الكنز ديالها مرصود بالجن. بعد هاد الحلمة كيبان لي انت هو مفتاح هاد الكنز. ناض بالزربة جبد واحد الموس وطلب مني جرح يدي فوق واحد الورقة اللي مكتوب عليها طلاسم بالزعفران. قال لي هذا هو عاهد الدم اللي غادي يحمينا من حارس داك الكنز. قبل ليلة الحفير بربع أيام درنا طقوس غريبة في ديك البلاصة. طلقنا البخور وذبحنا في الروج كحل. عمر بدا كيقرا شي طلاسم غريبة ما مفهوماش اللي خلات الشعر ديال راسي وقف بقوة الخلعة. عطاني واحد الخاتم ديال النحاس وطلب مني ما نحيدوش من صبعي، حيت هو الحاجة الوحيدة اللي غتحميني وتخليني نشوف وسط داك الظلام. في الليلة ديال الحفير وصلنا للواد مع الوحدة ديال الليل. الجو كان بارد بزاف وخا كنا في عز الصيف. غير حطيت الفاس حسيت بالريح حبسات. كان واحد السكات بحال ديال الروضة، وانا بديت كنحفر بالجهد ديال واحد قاتلو الجوع وباغي غير يمتى يتعتق. عمر واقف حدايا كيقرا في دوك الطلاسم اللي ما مفهوماش وانا كنحفر. الحفير كان صعيب بزاف، الارض قاصحه، ومره كنحس بشي حاجه كتدفعني من اللور، بحال شي واحد ما باغينيش نحفر. وكملات فاش بدينا كنسمعوا الصوت ديال الكلاب دايره بينا. قلت لعمر كنحس بشي حاجه ماشي هي هذيك. قال لي صبر يا حميد، هادو غير الخدام ديال الكنز كيبغيو يخوفونا. كمل صاحبي راه ما بقى والو. من بعد ساعات ديال تماره وصلت لواحد العمق اللي ما كنتش كنتخيل راسي غنوصل ليه. سمعت الفاس تخبط في شي حاجه كدير الصوت. تما قلبي بدا كيضرب بالجهد. عرفت راسي وصلت للصندوق وبديت كنحفر غير بيدي. غير قصت الغطا ديال الصندوق بيدي. درت بالزربة باش نعيط لعمر. تما شفت واحد الخيال كحل كان ورايا وبحالي لا طار. بقوة الفرحة عيطت لعمر اللي جهز معايا الصندوق ومشينا بالزربة للدار قبل ما يطلع الفجر. ما نقدرش نوصف لكم الفرحة اللي كنا كنحسو بها ديك الساعة. واخيرا غنقولوا باي باي للفقر. حلينا الصندوق اللي طلعت منه واحد الريحة قاصحة وكان بارد بزاف. فوق داك الكنز كان واحد الجلد ديال واحد اللفعة. كيقول عمر ان هاد اللفعة هي الحارس ديال الكنز، ولكن ما كانش هامنا. جبدنا الكنز وقسمناه بيناتنا. ديك الليلة بدينا كنسمعو الصوت ديال الصندوق كيتسد وكيتحل، ولكن كنفيقو ما كنلقاو حتى شي حاجة. صباح الصباح وبدينا كنبيعو داك الذهب شوية بشوية. خوينا الدوار باش حتى واحد ما يسيق لينا الخبار. انا شريت دار، بديت مشروع صغير، وكنت كنعيش عيشة ديال الناس الكبار. ولكن الفرحة ما كملاتش. في كل ليلة كنسمع الصوت ديال الهمس في ودني. كنشوف خيال كحل كيدوز حدايا في الظلام. وملي كنكون بوحدي كنحس بحال شي واحد كيشوف فيا من بعيد. عمر حتى هو تبدل، ولا عصبي بزاف، ديما خايف وديما مخلوع. حتى جا داك النهار فين جا عندي عمر، وجهه صفر وعينيه حمرين وقال لي حميد، الكنز ماشي ديالنا، هاد الكنز راه مسكون، والجن الحارس ما بغاش يخلينا في التقار. عاود لي انه كيسمع شي واحد كيعيط ليه بسميتو وكيطلب منه يرجع الكنز. تخلعت بزاف، ولكن الطمع اللي كان فيا خلاني نطمنه ونقول ليه بلي هادشي غير وسواس، وبلي الذهب ديالنا وما كاينش اللي غياخد لينا هادشي اللي تعذبنا عليه.
من داك النهار الأمور غير ما زادت تكفسات. عمر مرض خايب بزاف ولا غير كيهلوس وكيهضر مع شي واحد اللي ما كنشوفوش. ديتو عند الفقيه اللي قال لينا بلي أن الكنز مملوك والحارس ديالو ما غاديش يتفرق معاكم طول حياتكم. من بعد شهور عمر مات منتحر. بقيت أنا بوحدي مع اللعنة والسر ديال داك الكنز. وليت كنخاف من داري وكنحس بالندم على كل ضربة ضربتها بداك الفاس في ديك الليلة. وليت كل ليلة كنخرج من داري تايه وما عارفش راسي فين غادي. بعت كلشي والفلوس اللي كانت ولات بحال التراب. واخا داكشي مازال ما مرتاح. يا ريت كون غير بقيت كيف كنت. واخا الفقر كانت الراحة والنعاس. اليوم كنعيش بحال بوهالي. لا انا بدار ولا بفلوس. لا بصاحبي ولا براحة البال. الرزق الحلال نعمة والكنز المسكون لعنة. هذا هو السر اللي كنت دافن مع عمر. اليوم قررت نعاودو علا وعسى نرتاح وباش الناس تاخد العبرة من حكايتي. كان هذا هو الاخر ديال الحكايه. ما تنساونيش من التعليقات ديالكم الزوينين. واللي عنده شي حاجه ما يعاود ليا انستغرام ديالي غتلقاوه في صندوق الوصف. باي.